كانت نقطة انطلاق التروماي في كل مصر، اشتراها اسماعيل ياسين. كان في الأول لونها أزرق، وبعد تولي الخديوي عباس حلمي الأول الحكم بقت خضراء، وبعد كده بقت ميدان العتبة الخضراء. ميدان العتبة من أكبر وأزحم الميادين في القاهرة. الميدان ده أجدع 1000 مرة من الشانزليزيه. كان فيه مجموعة من المحلات من أشهر المحلات الموجودة وبتنافس لندن وباريس. وبعد مرور الوقت بقت العتبة اللي احنا عارفينها دلوقتي. بيرجع تاريخ العتبة إلى أرض الأزبكية، واللي اتسمت نسبة إلى القائد أزبك، أول واحد جه سكن المنطقة ونظفها ومهد الطرق، وده اللي شجع الناس إنها تبني بيوتها وتحولت لحي كبير. والكلام ده سنة 1495. القائد أزبك لما لقى الموضوع كده بنى مسجد كبير في أول مدخل شارع الأزهر، والمسجد ده اتهد وقت إعادة تخطيط ميدان العتبة. طب ليه اتسمت بالعتبة؟ سنة 1850 كان في هناك قصر اسمه قصر طاهر باشا، اتنقلت ملكيته للخديوي عباس حلمي الأول بعد توليه الحكم. كان في عتبة لونها أزرق في المدخل، وطبعا الخديوي عباس حلمي الأول كان بيتشائم من اللون الأزرق فهدها وخلى العتبة خضراء، فبقت اسمها العتبة الخضراء. ميدان العتبة من أهم الميادين في القاهرة، وبيوصل لشوارع مهمة زي شارع المسكي، الأزهر، القلعة، عبد العزيز. وفي مباني تاريخية بترجع للقرن ال19 زي الإدارة العامة للبريد، مبنى المطافي، مبنى ترين. ولسه تاريخ مصر بيقول أنا حكاية ورا حكاية بدون نهاية. أشوفكم في الحلقة الجاية من حكايات الأنتيكات.